المسجد العتيق بمدينة الحسيمة بأقصى شمال المملكة، حيث أدى أمير المؤمنين حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك الذي هو عيد المؤمنين بمشارق الأرض ومغاربها، يوم لتجديد الرحمات والتقرب إلى الباري عز وجل بالصلاة والذكر. وقد دأب أمير المؤمنين نصره الله أينما حل وارتحل بكافة جهات المملكة على أداء صلاة الجمعة بإحدى المساجد، وهي مناسبة لصلة الأرحام بأبناء شعبه الأوفياء واهتمام ورعاية ملكية كريمة ببيوت الله. جمعة تحل والأمة المغربية تستعد للاحتفال بعيدين مجيدين، هما ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 من هذا الشهر، وعيد الشباب المجيد الذي نحيي فيه ذكرى ميلاد أمير المؤمنين نصره الله في 21 منه. وأكد الخطيب أن كل من يؤمن ويفكر ويعقل ويتوسم سيدرك أن هذا التوالي بين يوم انطلاق ثورة الملك والشعب ويوم ميلاد جلالة الملك نصره الله آية من آيات الله لهذا الشعب التقي الكريم. فقاموس الإيمان ليس فيه محل للمصادفات، بل هو في انسجامه مع قضاء الله وقدره، لا يرى في الكون إلا الموافقات، وكل الموافقات لمن يحسن قراءتها تدل على عناية الله تعالى بهذه الأمة المغربية عرشا وشعبا. ومن تجليات العناية الربانية الاستمرار الذي يمثله هذان العيدان، ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، استمرار في الأساس الإيماني والعمق الروحي الذي غذى روح محمد الخامس طيب الله ثراه وهو يواجه الاستعمار، والذي يستمد منه اليوم جلالة الملك نصره الله نضاله في البناء والتشييد. السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعة مباركة وجمعة خير وفلاح وصلاح لهذه الأمة في ظل قيادة رشيدة وحكيمة، قيادة مصلحة ترعى شؤون دينها وتحقق لها ما تصبو إليه من عيش كريم وتقدم ونماء وازدهار، قيادة وعبر مبادراتها الجريئة والشجاعة تعمل على ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة لدى كل مواطن باعتبارها الغاية والوسيلة للنهوض بالأوراش الكبرى والإصلاحات العميقة المتوالية التي يعمل جلالة الملك بكل تفان وإخلاص على إنجازها.